مسألة هوية قتلة الحسين. قتلة الحسين بكل إنصاف وموضوعية نقول لا يمكن أن يكونون شيعة لعلي أو لأهل البيت. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أن التشيع مصطلح شرعي وارد في القرآن ووارد في لسان النبي صلى الله عليه وآله، وهذا المصطلح له معنى لا يقبل الانطباق على من باشر قتل الحسين أو تسبب فيه. ما معنى التشيع؟ التشيع مصطلح وارد في القرآن ووارد في السنة. مثلا في القرآن الكريم وصف الله نبيه إبراهيم بوصف التشيع: وإن من شيعته لإبراهيم. أحد وجوه معاني هذه الآية أن إبراهيم من شيعة نبي الله نوح. المفسرون يقولون: لما وصف إبراهيم بأنه شيعة أو شيعة لنوح؟ يقولون لأن إبراهيم جمع 3 صفات. الصفة الأولى مودة نوح، والصفة الثانية اتباع نوح، والصفة الثالثة نصرة نوح بالقلب والقول والعمل. فمعنى هذا أن التشيع لإنسان ما يصح إلا بجمع هذه العناصر الثلاثة. أنا إذا أردت أكون شيعة لعلي لازم أكون محب لعلي، ولازم مودتي لعلي تظهر على سلوكي، فأتبع عليا في العقائد وفي الأحكام وفي المعارف، ما أحيد عن منهج علي. ولا واجد يحبون علي. الإمام الشافعي يحب علي ويحب أهل البيت، لكن هل هو شيعي؟ كيف يكون شيعي وهو مخالف لأهل البيت في العقائد وفي الأحكام وفي المعارف؟ صح قال يعني: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. قال هالكلام، لكن هو ما التزم بمقتضى المحبة. مقتضى المحبة الاتباع والنصرة. طيب أنا أسألك سؤال: هل يمكن أن ينطبق عنوان التشيع على من قتل الحسين؟ يعني اللي قتل الحسين هو محب للحسين؟ هو متبع للحسين؟ هو ناصر للحسين؟ هذا تناقض. وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله استخدم مصطلح الشيعة مع جماعة من الصحابة. يعني اللي منكم عنده كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي السجستاني، هذا من أعلام اللغويين، في مادة شايعة يقول هذا الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق لقب شيعة علي على 4 من أعلام الصحابة. من هم؟ سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر. سماهم شيعة علي. لماذا؟ لأن هال4 جمعوا الصفات الثلاث: المودة لعلي والاتباع له، اتباع انقطاع، مو بياخذ من علي وياخذ من غير علي. اتبع علي واتبع غيره، مرة أخذ من هنا مرة أخذ من هناك. لا، اتباع ماذا؟ اتباع انقطاع. ثم النصرة لعلي القلب والقالب الجوارح. أنا أسألك سؤال: قتلة الحسين فيهم من
يقارن بهؤلاء الأربعة من الصحابة؟ فإذا الدعوة هذه أن الحسين قتلته شيعته صدرها ينقض عجزها. ما يمكن للشيعي أن يقتل الحسين، ولا يمكن لقاتل الحسين أن يكون شيعيا. هذا أول سبب من أسباب عدم استقامة هذه الدعوة. السبب الثاني، أنا أسألك سؤال: هل يمكن لقاتل إنسان أن يصنف في شيعته من الناحية العقلية؟ دعك من البحث الشرعي. يعني هل تقبل واحد يجيك يقول لك أتباع نبي الله يحيى هم قتلوه، اللي قتل يحيى واحد من المؤمنين به، هل تصدق هذا الكلام؟ هذا كلام غير قابل للتصديق. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن قاتل يحيى مؤمن به، هو لا يفكر في قتله حتى يخرج من الإيمان أولا ثم يفكر. فلو فرضنا أن قتلة الحسين، لو فرضنا فرض جدلي أنهم من أسر شيعية ومن عوائل شيعية، مستحيل يسلون السيف على الحسين حتى يخرجوا من التشيع. أول يطلعون من التشيع وتالي يقاتلون الإمام. هذا ثانيا. ثالثا، يقول لك طيب المؤرخون نصوا على أن قتلة الحسين كلهم من العراق، ما فيهم شامي ولا حجازي، وأنتم تعرفون أن العراق الكوفة بالخصوص مركز الشيعة، وما دام الجيش اللي قاتل الحسين من الكوفة فإذن هم شيعة. كيف نجيب على هذا الكلام؟ الجواب صح، الكوفة مركز الشيعة، لكن هذا لا يعني أن كل كوفي شيعي. صح، مركز الشيعة في ذاك الوقت الكوفة، بس هذا لا يعني أن كل كوفي شيعي. لأن اللي منكم عنده مثلا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ينص على أن الكوفة كانت مسبعة، يعني كانت مقسمة إلى 7 أقسام إدارية، 7 أقسام إدارية، كل سبع من أسباع الكوفة يسكنه فريق من الناس. اليهود موجودين أكثر من 7,000 يهودي، النصارى موجودين أكثر من 70 دير، كنيسة للنصارى موجودة. بعد المسلمون على اختلاف طوائفهم وأطيافهم، المسلمون السنة والشيعة والخوارج وأتباع الأمويين حصة الشيعة من هالأسباع ال7 كثر. يقول ياقوت يسكن السبع الثالث قبيلة همدان ومذحج، وأغلبهم من الشيعة. همدان ومذحج، يعني حصة الشيعة كم؟ سبع الكوفة، وهالسبع مو بكل شيعة، أغلبهم شيعة. انتبه جيدا. طيب احنا نسأل سؤال: هذا السبع كان في عهد أمير المؤمنين شيعة، لكن كم بين قتل الحسين وبين شهادة علي؟ 20 سنة. علي استشهد سنة 40 والحسين سنة 61. انتبه جيدا. بعد شهادة المرتضى علي، معاوية ولا على الكوفة بعد هدنة الإمام الحسن، ولا عليها من؟ زياد بن أبيه. وزياد كان عارفا بالشيعة كما ينقل المسعودي في مروج الذهب، وينقل ابن أبي الحديد في شرح النهج. كان عارف لأن سنين ويا أمير المؤمنين، فكان يعرف الشيعة بأسمائهم وأنسابهم وقبائلهم وبيوتهم ومواضعهم. فجعل زياد يتتبع الشيعة على 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإعدامات، أصدر أحكام بإعدام فريق كبير من الشيعة. أعدم كوميل ابن زياد، أعدم رشيد، تدخل في إعدام حجر وأصحاب حجر وإلى آخره. المرحلة الثانية أصدر أحكام اعتقالات جماعية للشيعة، أودعهم السجون.
المرحلة الثالثة: من نجا من إعدامه واعتقاله نفاه خارج الكوفة. مو بس خارج الكوفة، خارج العراق أصلا، وداهم خراسان. سفر الشيعة من الكوفة إلى وين؟ إلى خراسان. فخلت الكوفة من وجوه الشيعة، ما بقى في الكوفة إلا عدد قليل من الشيعة المتكتمين بتشيعهم. ولذلك هالفريق اللي نفى إلى خراسان صار بذرة التشيع في إيران، لأنكم تعرفون أن إيران دخلت الإسلام سنية وبعدين صارت شيعية بأسباب. من الأسباب الشيعة الكوفيين الذين سكنوا في خراسان بسبب نفي زياد بن أبي، واحد. السبب الثاني الشيعة الأشعريون الذين سكنوا قم، أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق. السبب الثالث جهود العلامة الحلي قدس الله نفسه. هذا اللي نشر التشيع في القرن السابع الهجري في إيران. ولا إيران كانت سنية، وبعض بقاع إيران ما كانت سنية معتدلة، كانت سنية ناصبية، سنية أموية، مثل أصفهان. أصفهان كانت معروفة بالنصب والبغض لأهل البيت عليهم السلام. انتبه جيدا. فإذا الكوفة صح كانت شيعية، لكن كان التشيع في سبع من أسباعها. السبع الثالث سبع مذحج وهمدان. وبعدين هالسبع الثالث لم يسلم، لأن زياد بن أبيه أعمل فيهم السيف والسجن والنفي، تسفير. فكم بقي من الشيعة في الكوفة؟ ما بقي من الشيعة في الكوفة إلا عدد ضئيل جدا. هالعدد الضئيل هم الذين نصروا الحسين، 80-70 واحد اللي نصروا الحسين. وقسم منهم أعدمهم عبيد الله بن زياد مثل هاني بن عروة وأمثاله، وقسم منهم أودعهم السجون مثل المختار بن أبي عبيد ومثل سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة وأمثالهم. الشيعة المخلصين بالآلاف زجهم في السجون بعد شهادة سيدنا مسلم بن عقيل. انتبه جيدا. والقسم اللي بقى خارج السجون من الشيعة حال ابن زياد بينهم وبين الوصول لنصرة الحسين، مثل بني غاضرة اللي دعاهم حبيب يوم 8 محرم لنصرة الحسين، واستعدوا ولبوا الدعوة، ولكن ابن زياد حال بينهم وبين الوصول إلى كربلاء. فإذا وين شيعة الحسين اللي قتلوا؟ وينهم؟ هذا 3. 4. تعال أنا أطلب منك تجيب لي من مصدر سني، وأقبل حتى لو من مصدر سني، ما يحتاج مصدر شيعي. جيب لي من مصدر سني اسم واحد من أسماء قتلة الحسين نص المؤرخون على تشيعه. لن تجد. المؤرخون ذكروا قتلة الحسين بأسمائهم وأنسابهم وقبائلهم ومذاهبهم، ولم يذكروا تشيع أحد منهم إطلاقا. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة المؤمنين أو بعض أهل المنبر أحيانا بحسن نية، إن شي يقول إيه عمر بن سعد كان شيعي لكن سوء الخاتمة. متى كان شيعي عمر بن سعد؟ ما عرف التشيع قط، ولا شمر عرف التشيع، ولا شبث بن ربعي، ولا حجار بن أبجر. صح هؤلاء كاتبوا الحسين، بس مو بمعنى أنهم كاتبوا الحسين يعني أنهم شيعة، لا، كاتبوا الحسين وهم ليسوا له بشيعة. ولم ينص أحد من علماء الرجال لا السنة ولا الشيعة على أن أحد من هؤلاء الذين شاركوا في دم الحسين كانوا شيعة له في يوم من الأيام. لكن قصة قتلته شيعته ذي معروفة، مناورة لتبرئة أهل السنة من إيش؟ من دم الحسين، علشان لا تقولون اللي قتلوا الحسين سنة. طيب احنا ما قلنا اللي قتلوا الحسين سنة، احنا اصلا نبرئ اهل السنة من قتل الحسين. احنا نقول اللي قتل الحسين نواصب، والناصبي لا شيعي ولا سني، الناصبي كافر. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللي عاند الله
ويقول لا والله أنا سأبغض قرب رسول الله، هذا مسلم، هذا لا شيعي ولا سني. النبي يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، ويجي واحد يلعن عترة رسول الله مثل حريز بن عثمان اللي كان يعقب صلواته بلعن علي عليه السلام. هذا تسميه سني؟ هذا ما هو سني، هذا ناصبي. ولذلك ريح بالك، احنا اصلا لا نتهم اهل السنة بقتل الحسين، احنا نقول قتلة الحسين نواصب، والراضون بقتل الحسين نواصب. الامام الحجة يرفع شعار يا لثارات الحسين، ما هو يعني يحارب السنة، يحارب قتلة الحسين والراضين بقتله. الراضون بقتل الحسين ليسوا سنة ولا شيعة، وإنما هم نواصب مارقون عن الدين. يعني الخوارج يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل هم مسلمون؟ وهم يلعنون عليا عليه السلام ويكفرونه؟ كلا. فمع أننا لم نتهم أهل السنة بقتل الحسين، لكن هؤلاء المساكين أحرجوا من قتل الحسين، فليدرأوا التهمة عن أهل السنة ألقوها على عاتق الشيعة الأبرياء.